اللهم صل وزد وسلم وبارك على هادي رسول الله. طبعا كنت انا عامله قبل كده كذا فيديو عن السحر، وهسيب بعض الاعراض قدامكم. انا بس عايزه انشر فيديو لقيته بالصدفه. ريهام بنت دعاء، المفروض ان دعاء دي قدنا، والمفروض ان هي كانت هتتطلق، وبعدين ام ميسة قالت لماما ان انا هروح مع ام عبده دحروك، تمام، عشان افك للعيال بيتخيلوا باشكال وحاجات في البيت. ماما الله يرحمها قالت لها بلاش السكة دي، قالت لها لا انا مش هسيب البت تتطلق، وعايزة العيال يتستروا قبل ما اموت. خلاص روحي بقى اعملي بالمحبة، اعملي اللي انت عايزاه، اعملي لجوز بنتك ما يطلقهاش، يتهدوا اللي كانت شكلها وحش اتجوزت اجمل واحد. قلنا اقدار وقلنا مكاتيب وقلنا كل حاجة. الموضوع كل واحد هيسأل على اللي عمله، لكن انا بتكلم راحت وجات خدت مننا هدوم من 26 سنة وعملت السحر عليها، ودمرت حياة بيت مكون من 6 أفراد، الأم الأب 3 بنات وولد، حياتهم دحرجت 360 درجة. دلوقتي بقى هي بتحضر لكتب كتاب، ولا اتكتب كتاب ريهام بنت دعاء في الصيف اللي فات، فهي كده بتحضر للجواز والدخلة في شهر 8. طيب خايفة عليها ليه يا أم ميساء؟ خايفة عليها لأنك رميتي سحر أيام الخطوبة ليا، لأني أذيتيني وما كنتش أعرف يعني إيه سحر. انا وانا في الكوشه في الخطوبه وفي الدخله نفس الاعراض، قلت لماما ان حسيت ان حد ضربني بقالب طوب، ان جسمي قشعر كأن هواء سخن او هواء ساقح كده بلسعه كده دخلت جسمي. قالت لي لا انت بيتهيألك، اصلي انت بتتحرجي. آم، بعد كده طبعا حصل الخراب والطلاق والمشاكل، في مننا اللي سقط في سنة، سقط في 2، في اللي اتطلق، في اللي ما اتطلقش، في سحر عنوسة، في انا بس عايزة اقولك كنت سامعة شيخ النهاردة بيتكلم على موضوع الخطبة على الظالم والطغيان، سواء بقى سحر او حد ظلمك في الشغل، ظلمك في الجيران ظالمينك. هنتكلم على اعراض السحر زي ما انتوا شايفينها كده، اعراض آه، ملهاش اول من اخر. طبعا بصداع، تنميل، دوخة، زهق، خنقة. في بقى بيبقى سحر، طبعا قلنا بعد قضاء الله وقدره وكل حاجة، بس الأذية بفعل فاعل. في بقى بيبقى سحر ربط الرحم، سحر ان يخلي الراجل يتضايق من مراته على طول، مشاكل عصبية، تمام. آه، دايما يحس بورم في بعض أجزاء من الجسم خصوصا للسيدات. بتبقى الجسم، بتاخدي مثلا تروحي تعملي أشعات تحاليل، تاخدي علاج، جسمك يتخان فجأة كده. وديت بتفكرتي بماما الله يرحمها، كان دايما جسمها تعبان. ففي ناس كانت تقولك ايه ده يعني زي ما كان بيتقالي ده بتاكل يعني بربربة بقى وشبع ودلع مثلا، او رزقها حلو، جوزها يعني ايه مهنيها ومدلعها ومخليها بقى عايشة في ما بتخرجش وطلباتها كلها مجابة هي وعيالها. اما الحقيقة بتبقى حاجة تانية خالص. طبعا تنميل، هالات سودة حوالين العين، الوش بيبقى طبعا يقولك العيان وحاله بيبينه، بيبقى الوش مجهد، الوش مصفر، هالات سودة حوالين العين. والنوم على البطن على طول، في غازات، لو بعض السحر بيبقى مثلا مشروب او مأكول، غازات، انتفاخات. زي ما قلت ممكن تروحي تعملي تاخدي مضادات وتحليلات واشعات، ما بتوصليش للي انت عايزاه. في تقل في بعض فقرات الظهر، تقل في فقرات العنق او الكتف، في تنميل زي ما قلت. زي حالاتي كده صعوبة الحركة، او بقضي طلباتي بالعافية، يعني يا دوبك طلبات البيت بعملها بالعافية. ليه ليه حفيدتك اما بتخرج بتبقي قاعده مش طايقه ووشك نار جهنم وقاعده بتراقب الستاره؟ الموضوع مش حته اللي انا بحسد، الموضوع اللي انتي كل واحد عارف هو عامل ايه كويس قوي، تمام.
كل واحد عارف هو اذى مين، كل واحد عارف هو اغتاب مين، كل واحد عارف هو ظلم مين. فانتي خايفة على اللي ليكي. محدش بيعمل غيرك كده في الشارع، لان محدش سحل لنا غيرك، محدش حسدنا غيرك، محدش راقب الدار غيرك، محدش كان داخل وطلع علينا غيرك. فبحق الساعة الفضيلة دي يوم الجمعة، هي قبل ساعة المغرب، يا رب هاتلي حقي منها في الدنيا قبل الآخرة، وفك الكرب اللعين والهم والحزن اللي عليا أنا وعيالي. طبعا بتحلمي رؤية كوابيس، رؤية حد بيطاردك، أحيانا بيظهر في صورة تعابين، في صورة حد بيخنقك، بتحسي ان حد كأنك بتصوتي مش الصوت مش راضي يطلع. آه، أرق في النوم، صعوبة في النوم، بعض النوم بيبقى متأخر ليه بعد الفجر، لأن هما نشاطهم سلام هي حتى مطلع الفجر. بتقومي تصوتي من الحلم، بتقومي بتقل في الدماغ، فالموضوع بيبقى ليه أبعاد نفسية. في ناس بيقولوا عليكي مريضة نفسيا، في ناس بيصنفوكي إن عندك صرع، وهي فعلا في منهم حالات بيحصل لها تشنجات، بيحصل لها صرع أثناء الرقية الشرعية. فالأحلام أنا بوريكم بس الأعراض ما أنزل الله بها من سلطان، خصوصا لو في بقى سحر زي ما قلت، منع الحمل أو ربط الزوج والزوجة. الزوجة بتبقى متبهدلة بين الرحم، كل شوية بتكشف مخ يعني نسا وتوليد، وبيبقى في تنميل، في التهابات على طول، في افرازات. طيب ده عادي عادي طالما بتاخدي العلاج وبتصحي، لكن ما بتصحيش بيبقى في كويستشن مارك او علامة استفهام. طبعا رعشة، احيانا بالحساب بيحصل برعشة، بتشوفي خيالات بتروح وتيجي قدامك، تحسي ان حد عدى من قدامك. آه، الأجهزة الكهربية بتبوظ في البيت، وده طاقة سلبية، وعملت أنا عليه قبل كده فيديو واتنين. مسار الحياة في البيت على طول في مشاكل، في عصبية، في خناق. اضطراب الدورة الشهرية عند الستات، بيبقى ساعات في سحر نزيف، تقلصات في الرحم زي ما قلت، انقباضات في الرحم وفي المبيض وفي المعدة، حاجات كتيرة جدا متداخلة. احيانا بتحس ضربات قلبك عالية، ودانك بتصفر. يعني بصوا، هو اللي السحر خصوصا لما بيتنقل ويتجدد بيبقى ليه ابعاد ما يعلم بيها الا ربنا. وعند الزوج برضو ممكن يحصل ألم في نفس المكان، ممكن يتخانق مع مراته، يتضايق منها، يحصل نفور، ما يبقاش طايقها بدون سبب مقنع. يبتدوا الأهل يقولك ده هي اللي مش عارفة تعاشره، ده هي بتتحرج، ده هو هي مش لبقة. عقبال ما تدوقي ببناتك يا رب، واخدة بالك انتي. طبعا بتعرفي طبعا اثناء الرقية الشرعية بيبقى فيه على طول بتتوبي على طول، متوبة جامدة لحد ما بتقعدي كأن عينك بتدمع من كتر المتوبة، من كتر العقد. طبعا كمان الاعراض اللي عايزة اكد عليها جدا اللي هي النفور، الناس بتخاف تيجي تزورك، اللي هو آه، عايزين نأكد على طبعا الصداع، ألم الكتفين. ان هو الناس بتخاف دايما، ساعات بتتعاركي عصبية زيادة عن اللزوم، ما تعرفيش تتحكمي في نفسك، يا اللي قلتي انت بتشتمي اختك، واخده بالك انت. لان طبعا بيتم السيطرة على خلايا المخ وعلى الجهاز العصبي، بيعملوا له هيجان عصبي ونفسي، فبتتعاملي انت معاملة الاطفال من ناحية زي ما قلت اللي هو اضطراب سلوكي، بتنقضي على اللي قدامك عشان بيعملك هيجان عصبي. اي موقف بتتخنقي، بتتضايقي، بتزعقي، بتشوحي، وبيتم تصنيفك على انك قليلة الادب، بتشتمي اختك، بتشتمي جوز اختك، واخده بالك انتي، يا اللي نقلت الكلام. عقبال ما تشوفي بناتك يا رب بحق الساعة الفضيلة. ليه يا جماعة؟ لأن سماحة الشيخ بيقول حتة سامحي اللي ظلمك. طيب أسامح ازاي وأنا المرض بياكل فيا؟ أهي، يا اللي شتمت أختك ويا اللي قللت الأدب أهو. عقبال ما تشوفي يا رب ثورة المريض بلا وعي وغضبه لأتفه الأسباب. شايفة بلا وعي دي ولا مش شايفاها؟ ليه؟ لأن بيبقى كمية دمار في خلايا الجهاز العصبي. ثورة المريض بلا وعي، غضبه على أتفه الأسباب، وممكن هو بعد ما يهدى يقول هو اللي أنا عملته ده.
طبعا بتحسي ان انت زي ما قلت، لو انت ماشيه كأن حد بيرصدك او كأن حد وراكي، بتتلفتي ما بتلاقيش حد. انا بس بوريكم الاعراض. اما تبقى الاعراض دي كلها في السحر، هل انتوا رحمتوني؟ تمام كده. تعالوا نشوفوا جزء من الايه الفيديو. تمام، دي ريهام بيت دعاء اهي. خايفة على حفيدتك ليه يا ام ميساء؟ خايفة عليها اشمعنى خايفة عليها مننا احنا؟ لانك انت اللي حسدتي، انت اللي دمرتي. انا برضك هحاول اسيب الصور والرسول عليه الصلاة والسلام. تعالوا بس نشوفوا كده. شايفة يا ام ميساء؟ اجتنبوا السبع الموبقات ومنها السحر. تمام، رحتي سحرتي، حطيتي نفسك مكان في النار. فزي ما الشيخ بيقول انتوا دايما يقول لك اي الناس بتتشطر على الغلبان، سامحي اللي ظلمك. طب ما انا سامح ماشي، هتعوضونا عن 26 سنة دمار في حياتنا، في الجهاز العصبي، تلف الضر وتلف خلايا عصبية اتدمرت، مش هتعرفوا او مش هنعرفوا نرجعوها. دي حاجة بلاش. هتعوضونا عن كمية القلق، الحرمان، الخذلان اللي احنا ما زلنا فيه. هل انتوا تبتوا؟ تبت يا مميسة عن المراقبة والمسلطة جنودك من عيالك وأحفادك عليا؟ تبتي؟ اتعظتي؟ اتطلقت؟ حد منكم اتطلق؟ حد منكم حياته اتخربت؟ ما انت بتجددي العمل اهو وحياتكم ماشية. انا اللي حياتي انا وعيالي متحطمة. بتراقبي ليه؟ خايفة على حفيدتك ليه؟ اما احنا بنحسده انتوا حياتكم 360 درجة ماشية مظبوطة، بس ربنا قاعد ينفخ فيكي وفي صحتك وفي احفادك، قاعد يديكي. اظلمي كمان ربنا ينتقم منك وتدوقي في جسمك السرطان وسحر المرض اللي انت عملتهن من 26 سنة.